خاصك اخويا مرحبا كلشي موجود. انا ما كدوش ليا الماكله الا ما كانش لاصوص الجيريان، لاصوص بيكي، لاصوص اندلوز. منين جاو هادو؟ فين كانوا؟ هادو ما كانوش عندنا، ما كناش كنعرفوا هاد لاصوص هادي بنينه بنينه ياك. شنو فيها؟ الزيت، النشا موديفي، الخل، السكر ما جبتوش نسيتو حتى هو كاين. تخيل معايا هاد لاصوص هادي الجيريان اللي كتقول لي انا ما نقدرش ناكلها الا ما كانش فيها 20 انغريديون. تسنى المسخنات يعني لي زيبيسيسون اللي تيتكلوا، المواد الحافظه، تربات دو بوتاسيوم، البنزوات دو صوديوم، المحمضات، لاسيد سيتريك، 20 ماده باش ندير لك لاصوص الجيريان. وزيد شويه وكثر لاصوص، كثر لاصوص، كثر الزيت الروميه، كثر ليا لاميدون. الجسم ديالنا ما كيعرفش هادشي. مادام كتعطي لولدك لاصوص الجيريان غديري ليه مشكل في الجهاز الهضمي. راه كاع الناس اللي تيقول لك عندي مشاكل في الجهاز الهضمي، لي صوص اندستريال من بين الاسباب اللي كيديروا المشاكل الهضميه. الناس اللي عندهم العسر في الهضم، انتفاخات، القولون العصبي. نزيدك واحد القضيه اللي هي بسيكولوجيك خطيره جدا، سيرتو الدراري الصغار. منين تيبدا ياخذ هاد لي صوص اللي تقدر تلقى في بعض لي صوص تلقى لها مسجل مونوصوديوم جلوتامات، كيطلع السقف ديال التوقعات ديالو في المذاق، تتولي ديما عنده البنه طالعه. وبالتالي ملي كتعطيه شي حاجه بلديه يقول لك ما بغيتهاش، ما بنيناش. علاش؟ لا مسجل. والمواد الصناعيه طلعوا ليه سقف التوقعات. رجع لي شي حاجه ناتشورال. الله يرحم لك الوالدين وبارطاج لي هذه المعلومه مع صحابك واكل عاون ربي.